السلام عليكم. قبل الإجراء يجب غسل اليدين، الحفاظ على خصوصية المريض، قدم نفسك للمريض، التعرف على المريض بوسيلتين، التحقق من الحساسية، وضع المريض في بيئة مناسبة، وضع المريض في وضعية مناسبة، تجهيز كل الأدوات، شرح الإجراء للمريض، التحقق من الوصفة الطبية واحتوائها على جميع المعلومات، وتحقق إذا أخذ أي دواء منذ 30 دقيقة، تحقق إذا نقل له دم من قبل وما هي ردة فعل الجسم، تجهيز المواد، أنبوب الدم به فلتر، كيس الدم، صلاين 500 سي، سيرنج بها 10 ملي صلاين، التحقق من كيس الدم من بنك الدم بواسطة ممرضتان، التحقق من اسم المريض والاي دي، التحقق من نوع وفصيلة الدم وتاريخ الصلاحية، فحص الدم من وجود تجلطات أو فقاعات غازية، مقارنة فصيلة الدم مع هذه الهوية، تأكد من أن العلامات الحيوية طبيعية. الإجراء: 1. قم بعمل رعاية للكانولا والتحقق منها. 2. قم بشبك الأنبوبة بالصلاين. 3. تعليق الصلاين على الحامل. 4. فتح المشبك لإزالة الهواء أو الشوائب من الأنبوبة، ثم غلق الأنبوبة. 5. استبدال الصلاين بكيس الدم، ثم إزالة الصلاين في الطبق الكلوي وليس في القمامة. الدم يجب أن يصل لنهاية الأنبوبة. 6. توصيله بالكانولا أو الوصلة الوريدية. يفضل إدارة الكمية على هذا الجهاز ليس أكثر من 2 ملي في خلال أول 15 دقيقة. لاحظ تواجد أي تعرق، ضيق تنفس، حكة أو بصرات. قياس العلامات الحيوية بعد أول 15 دقيقة. 7. زيادة تدفق الدم إلى المعدل المناسب للمريض. بعد اكتمال نقل الدم: 1. أغلق المشبك وإزالة الأنبوبة. 2. اختبار الكانولا بصلاين. 3. قياس العلامات الحيوية. 4. إزالة الأنبوبة وكيس الدم والأدوات في الكيس الأحمر. 5. تنزيل المريض لوضعيته المريحة. 6. رفع جانبي السرير ووضع جرس المكالمات. 7. غسل اليدين. لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك ومشاركة للفيديو مع أصدقائك ليستفاد الجميع. شكرا.